عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. يرشد هذا الحديث النبوي الجامع إلى أهمية ومكانة النية في الإسلام، ذلك أن الأعمال الصادرة من الإنسان المكلف لا تصير معتبرة شرعا ولا يترتب على فعلها الثواب إلا بالنية. وهذا ما جعل العلماء يقولون إن هذا الحديث يعد ثلث الإسلام، فالنية هي التي تميز العبادات بعضها عن بعض، كما أن نية المرء هي التي تحدد وجهتها، هل قصد بها وجه الله تعالى أو غيره. فمهما اتحد شكل الأعمال ومظهرها فإنها تختلف باختلاف نيات أصحابها. وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وبهذا الحديث صدر الإمام البخاري جامعه الصحيح وأقامه مقام الخطبة، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فهو لا بركة فيه ولا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. وفي هذا تنبيه بليغ لكل مسلم أن يخلص في أعماله ومشاريعه، وأن يجرد نيته من كل الشوائب التي تحبط الأعمال من حيث لا يشعر. وقد جاء في سبب ورود هذا الحديث أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لغرض الزواج بامرأة تسمى أم قيس، فكان الصحابة يقولون عنه: مهاجر أم قيس. فلم تكن هجرته لله ورسوله، وإنما كانت لغرض آخر، فثواب الهجرة يتوقف على نية وقصد المهاجر. وهكذا الشأن في كل عمل يقوم به العبد، فالنية هي التي تحدد قيمة العمل وثوابه. قد جاء في التنزيل الأمر للمؤمنين جميعا بوجوب إصلاح النية وتجريدها من كل شائبة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال أيضا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص في العمل يزكيه وينميه ويبارك فيه، ويحصل معه الإتقان والكمال. وإذا غاب الإخلاص في الأعمال الدينية فلا يعتد بها، وربما كان صاحبها موزورا غير مأجور إذا قصد بعمله المراءات. وفي الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والرياء شرك محبط للعمل، فاستحضار النية الصادقة عند الأعمال تجعل المرء يتقن أعماله، لأنه يستشعر من يراقبه ويطلع على أسراره وخفايا نفسه. وهذا الجانب في حياتنا نفتقر إليه، لأنه لما غاب الإخلاص فشى فينا الرياء والنفاق الاجتماعي، وأصبحت أعمالنا تنعت بالرداءة وقلة الإتقان. وأفاد هذا الحديث أيضا أن النية تحول العادة إلى العبادة، فما يقوم الإنسان به من الأعمال التي يضطر إليها من أكل ونوم وغيرهما، ونوى التقوي على القيام بالطاعات، فإنه يؤجر على أكله ونومه. ويدل على هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. وبقي أن ننبه على خطأ يقع فيه كثير من الناس حينما يبررون تصرفاتهم وأعمالهم التي تخالف الشرع بأن النية حسنة،
فهل تكفي النية الحسنة لتجعل من المخالفة طاعة؟ كلا ثم كلا، فلا بد من التوافق بين النية الحسنة وبين أن يكون العمل مشروعا، إذ أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا إذا كانت النية صالحة والعمل أيضا. والله تعالى نسأل أن يرزقنا الإخلاص في القصد والصحة في الفهم والبيان في القول والتوفيق في العمل.